ممكن يا شوبير جاب راجل وحارس عملاق، مش ممكن يا احمد. مصطفى ابني بكره يثبت للجميع انه حارس موهوب، وانه يستحق الفرصه، وانه يلعب اساسي في النادي الاهلي، وانه ما بيلعبش عشان انا ابوه. دي كانت كلمات الاعلامي احمد شوبير قبل ما مصطفى شوبير يشارك في المباراه بشكل رسمي، خصوصا بعد موجة الانتقادات بسبب تواجد عدد كبير من ابناء اللاعبين السابقين في قطاع الناشئين بالانديه المصريه زي الاهلي والزمالك، ويطلق عليهم لقب ابناء العاملين، وكمان تزامنا مع مستوى شريف اكرامي السيء جدا وظهور مشكله جديده مع النادي الاهلي. لحد بقى ما في شهر 6 في سنة 2023 يتعرض حارس مرمى النادي الأهلي الأول ومنتخب مصر محمد الشناوي لإصابة عضلية، ومنها يغيب عن اللقاء الأول في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الوداد المغربي. وكمان حارس المرمى الثاني للنادي الأهلي علي لطفي يتعرض للإصابة قبل الماتش مباشرة في شد في العضلة الخلفية، ومنها بقى يظهر الوجه الجديد الناشئ الصاعد الشاب الصغير مصطفى شوبير، ويتحمل المسؤولية عشان يكون أول اختبار حقيقي ليه، اختبار قوي جدا في نهاية دوري أبطال أفريقيا في بطولة عريقة جدا هي الأعرق داخل القارة بالنسبة للأندية، أمام 70,000 متفرج في استاد القاهرة، وكمان أمام فريق كبير جدا زي الوداد المغربي. ومنها بقى يشارك مصطفى شوبير اساسي في مباراه نهائي افريقيا هنا في استاد القاهره امام الوداد، وينقذ الموقف في عده انفرادات وتصديات اسطوريه، منها تصدي اعجازي على طريقه الكبار وطريقه مانويل نوير حارس مرمى منتخب المانيا وبايرن ميونخ الالماني. ومن اللحظه دي موجه الانتقادات اتحولت لموجه مدح كبير جدا لمصطفى شوبير في الاعلام وفي الجماهير وفي الشارع، وبدات الناس في الاعلام تطالب الناس بعدم تصفيه حساباتهم مع الكابتن احمد شوبير مع ابنه مصطفى شوبير، لانهم شافوا فيه لاعب وحارس موهوب كبير جدا مستقبل النادي الاهلي وكمان منتخب مصر. ومع عوده الشناوي بقى من الاصابه رجع تاني هو الحارس الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي، وشوبير رجع مرة تانية على الدكة والحارس التاني. ولكن لما تعرض الشناوي مرة تانية للإصابة مع منتخب مصر رجع هو شوبير هو الحارس الأساسي، وكان عنده الثقة اللي الجماهير وللمدرب عولوها عليه، وكان راجل بمعنى الكلمة في ماتشات كبيرة جدا ومهمة زي نهائي كاس مصر أمام نادي الزمالك، وأنقذ العديد من الفرص والانفرادات المهمة جدا، وساعد في فوز وتتويج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بتصديات مهمة جدا غيرت مجرى المباراة. يعني مثلا عندك في الكرة دي تصدى للكرة دي بشكل مهم جدا، نفس الكرة دخلت في مرمى عواد اللي هو مفروض حارس صاحب خبرة أكبر وبيشارك في الدوري بشكل مستمر، وكمان قبل مصطفى شوبير بعدة سنوات. وما اكتفاش مصطفى شوبير بكده، مصطفى شوبير في آخر 5 مباريات مع النادي الأهلي في بطولة أفريقيا طلع ب3 مباريات ب3 كلين شيت. وطبعا زي ما احنا عارفين ان المباريات في بطولة أفريقيا بتبقى صعبة ومعقدة للغاية، وال3 مباريات كلهم خارج الديار، ودي حاجة صعبة جدا وتحسب لمصطفى شوبير، لان زي ما احنا عارفين ان الماتشات بره افريقيا بتكون صعبة جدا بسبب بقى الطقس والاجواء واجواء الملعب واجواء المباراة بشكل عام. فنادر جدا لما النادي الاهلي يطلع بشباك نظيفة في 3 مباريات خارج الديار، وده رقم كبير جدا يحسب بالطبع لمصطفى شوبير. يعني تطلع من الجزائر بكلين شيت امام شباب بلوزداد ده شيء كبير جدا ويحسب لمصطفى شوبير، وتطلع ايضا امام سيمبا في تنزانيا في ملعب ممتلئ بالجماهير بكلين شيت بتصديات اسطوريه، ده شيء ايضا يحسب لمصطفى شوبير. وكمان في غانا امام ميدياما الغاني طلع برضه بكلين شيت، وده كلها اشياء تحسب لمصطفى شوبير في الفتره الاخيره، وانه طبعا كان يستحق انه يكون حارس مصر الاول في التوقف الدولي على حساب محمد ابو جبل. وكلنا شفنا المهزله والاداء السيء جدا لابو جبل، خصوصا بعد اداؤه السيء ايضا في بطوله افريقيا الاخيره في شهر 1. عشان تتحول بقى نغمه انه بيلعب عشان ابوه هو احمد شوبير الى نغمه هذا الشبل من ذاك الاسد، وانه طبعا يتفوق على ابوه بقى في الموهبه وفي الالتزام، وانه طبعا بقى هيعدي الكابتن الكبير احمد شوبير في مركز حراسة المرمى، عشان يأكد بقى ان عادي جدا انك تورث الموهبة من والدك، وانك مش عشان ابن عامل سابق او لاعب سابق انك ما تستحقش الفرصة اساسا، لان كتير جدا تفوقوا على اهاليهم في المجالات المختلفة بره كرة القدم وفي كرة القدم، وزي ما في امثلة كتير جدا فشلت في امثلة ايضا نجحت بشكل كبير جدا، زي طبعا الكابتن واسطورة نادي الزمالك الكابتن حازم امام ابن الكابتن حمادة امام. وطبعا في العيلة دي الكرة متورثة عبر الاجيال، وهشام يكن احد اساطير الكره المصريه، والده ايضا يكن حسين واحد من رموز الكره المصريه قديما، وكمان شارك في كاس العالم. ده غير بقى احمد عيد عبد الملك اللي تفوق مع الحرس وحصل معاهم على عده بطولات، وتفوق على والده عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك. ده غير برضه عيله ابو جريشه في الاسماعيليه اللي الكره عندهم بتتورث مع الميراث الشرعي.
ده غير بقى محمد النني واحمد شديد قناوي ومعتز اينو، كتير جدا من اللاعبين اللي ورثوا كرة القدم من اهاليهم وتألقوا ولمعوا بشكل كبير جدا في الكرة المصرية. وننهي بقى بموقف انساني مهم لمصطفى شوبير. وطبعا الظاهر ان مصطفى شوبير بار باهله جدا، وان والدته ووالده بيحضروا معاه في كل المناسبات المهمة سواء داخل مصر او حتى خارج مصر. وعلى الرغم ان الكثير من الصحفيين حاولوا يورطوا مصطفى شوبير في تصريحات ضد والده، هل عشان انت ابن الكابتن احمد شوبير بيسبب ليك ضغوط كبيرة جدا وبيعمل لك مشاكل مع الجمهور؟ فيقوم مصطفى بكل حكمة وعقل يرد ويقول شرف كبير ليا ان ابن الكابتن الكبير احمد شوبير. رغم انه كان ممكن ياخد اللقطة ويقول ايوه ان طبعا الناس بتحكم عليا عشان والدي وبيصفوا حسابات بقى مع والدي، وياخد اللقطة والناس تتعاطف معاه، ولكن هو ما عملش كده خالص وافتخر بوالده امام الجميع. الموقف الانساني بقى معانا لمصطفى شوبير هو ان احد الاشخاص المهمين او المعروفين بالنسبه لجماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا نزلت بوست كده بتطالب فيه بمساعده انسانيه لست غارمه. البوست ده وصل لمصطفى شوبير وهو كان لسه لاعب صغير جدا في قطاع الناشئين، شاف البوست وتواصل مع الشخص دوت وخد منه كل التفاصيل عن الست المحترمه دي، وبالفعل وصل للست ديت وكان سبب في حل مشكلتها والضيقه اللي كانت بتمر بيها. كل ده وهو لسه لاعب في الناشئين والجماهير ما تعرفش عنه اي حاجه، عشان محدش بس يقول ده كان بيتاجر مع الناس وانه يعني بياخد اللقطه على حساب الست الغلبانه. وبس كده، دي كانت بقى قصتنا عن مصطفى شوبير. لو عجبك بقى الفيديو ما تنساش لايك وتشترك في القناه لو انت بتتفرج على اليوتيوب، وتعمل لي فولو لو انت بتتفرج على الفيسبوك، واشوفك في قصه جديده وحكايه جديده. السلام عليكم.